قبل ما ابدا بالحلقه حابب شارككم بفرحه اول انجاز بالبرنامج. بعد شهر ونص من انطلاق البرنامج وصلنا لمليون مشترك. هاي الف معناتها بالحلقه الماضيه انا قلت عن تريليون بليون. لا وبكالوريتي علمي كمان. إلى أستاذ الرياضيات بالثانوي اللي قال لي رح تبقى طول عمرك فاشل وممكن توصل للبليون دولار. ما خيب ظنك. أعزائي المشاهدين مساء الخير. بعد سبات استمر 20 سنة نتفاجئ بهالأيام بشيء اسمه اتفاقية أضنا، وهي عبارة عن اتفاقية تمت بين الحكومة السورية أيام حافظ الأسد وبين الحكومة التركية سنة 98. بنود هاي الاتفاقية بقيت مغمورة لغاية اليوم لما قرر الروسي يعيد تفعيل هاي الاتفاقية. هذا الكلام بياخذنا لسؤالين. السؤال الأول، شو هي اتفاقية أضنا؟ السؤال الثاني، إنه الروسي ليش هلأ قرر إنه يعيد تفعيل الاتفاقية؟ ولحتى نجاوب على السؤال الأول لازم نرجع فلاش باك لفترة التسعينيات. بالحلقة الثالثة من البرنامج حكينا كيف حافظ قدر يحافظ على الكرسي مدة طويلة عن طريق إرضائه لجميع الأطراف الكبرى المتنافسة على سوريا، لكن هاي السياسة ما كانت نفسها مع بلدان تانية مثل تركيا. مع تركيا استغل حافظ التخوف التركي الكبير من إقامة كيان كردي أو دولة كردية تجمع ما بين العراق وسوريا وتركيا، فدعم حزب العمال الكردستاني اللي يعتبر منظمة إرهابية بتركيا، وسمح لهم يعملوا معسكرات بسوريا ويدربوا أفرادهم، وسمح لهم يجيبوا أسلحة كمان، رغم أنه النظام كان عنده نفس التخوف التركي من إقامة كيان كردي منفصل. تركيا بهذيك الفترة كانت برئاسة سليمان ديميرال من حزب المسار الصحيح، فالرئيس التركي ديميرال وردا على دعم حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني حشد قوات تركية ضخمة على الحدود وكان على وشك الاقتحام. بهذيك الفترة بسنة 98 حافظ ما كان قادر يخاطر ويدخل بحرب ممكن تضره كتير، لأنه بوقتها كان عم يجهز الأمور ليسلم الرئاسة لابنه بشار، وكان عنده تخوف إذا دخل هيك حرب ممكن في أطراف من جوات النظام أو أطراف معارضة تستغل هاي الحرب وتستغل حالة الانشغال اللي هو فيها لتعمل انقلاب عليه او لتغير وضع بالبلد. لذلك بوقتها كان اعلام النظام حريص كتير ما يجيب سيرة هالحشود ابدا وما يفهم الناس انه ممكن يصير في حرب على سوريا، بس بنفس الوقت عن طريق نشرات الجوية كان عم يحذر العالم انه في عواصف جاي ولازم انتم تتمونوا. بسبب هالمعطيات اللي ذكرناها لجأ حافظ للحل السلمي، طلب من مصر وايران يتدخلوا لحتى ينحل الموضوع سلميا، وبالفعل تم التوصل لاتفاق بمدينة أضنا بسنة 98. الاتفاق اللي كان ظاهر منه انه ايقاف دعم حزب العمال الكردستاني وطرد زعيمه عبد الله اوجلان، لكن إعادة فتح الروس للملف حاليا أظهر عدة بنود خفية كان النظام عم يحاول يخفيها لأنها محرجة كتير. البند الأخطر كان تنازل حافظ عن لواء اسكندرون والاعتراف بالحدود الحالية بين البلدين. هذا بياخذنا لتساؤل مهم، إذا بمجرد حشد عسكري اتنازل عن لواء الاسكندرون فأكيد الجولان باي باي، ويمكن بالفترة الجاية نكتشف إنه بيت الأسد متنازلين عن كل البلد ونحن مواطنين بسوريا بالإيجار. في بند تاني بيسمح لتركيا أن تتوغل داخل سوريا 5 كيلومتر لحتى تحارب الإرهابيين، وهي متوغلة اساسا اكثر من 5 كيلومتر. يعني تفعيل هالاتفاقيه مثل الرساله اللي بتطلع لنا كل ما بنستخدم برنامج فك الضغط والرار، واللي بتطالبك انك تشتري البرنامج خلال 40 يوم وانت عم تستخدمه من شي 40 سنه. السؤال الثاني بالحلقة، ليش روسيا قررت هلأ إعادة تفعيل هاي الاتفاقية؟ وكمان لنجاوب على هذا السؤال لازم نرجع شهور لورا، وبالتحديد للفترة اللي تلت عملية غصن الزيتون لما قررت تركيا إنه بدها تحرر منبج. بس في نقاط مهمة لازم أذكرها لحتى نقدر نوصل للجواب اللي بدنا إياه. أول شيء، أمريكا مستحيل تتخلى عن تحالفها مع تركيا مهما صار بيناتهم قطيعة أو مهما صار بيناتهم عقوبات، وتركيا ما ممكن تتخلى عن تحالفها مع أمريكا، لأنه تركيا هي أفضل حليف لأمريكا بالشرق الأوسط. هلا بنقط واحد بيقول لي هلا تركيا أفضل حليف لأمريكا بالشرق الأوسط، السعودية أفضل حليف. حبيبي فهم علي شوي، تركيا أفضل حليف لأمريكا بالشرق الأوسط، السعودية أفضل حليب لأمريكا بالشرق الأوسط. من جهة تانية تركيا تعتبر حليف مهم لروسيا بسوريا، وعلاقة البلدين علاقة حذرة قائمة على توافق مؤقت داخل البلد، وهذا شيء شفناه بأستاني، لأنه تركيا قدرت تكون الجسم الحاوي للمعارضة السورية والكتائب، وما في غير تركيا بتقدر تعقد اتفاقيات باسمهم. تركيا عندها خط أحمر ما ممكن تتنازل عنه، اللي هي مسألة كيان كردي. هاي المسألة تعتبر أمن قومي لتركيا، وبالنسبة إلى هي أكون أو لا أكون، لذلك هي مستعدة تدخل بحرب مهما كانت كبيرة وشو ما كانت
نتائجها لحتى تمنع قيام هذا الكيان. هلا أمريكا بتعرف هالشيء، ومهما ضغطت على تركيا ما ممكن توصل معاها لهاي النقطة بالذات. نرجع لموضوع منبج. تركيا قررت إنه بدها تحرر منبج وبعدها شرق الفرات، ومثل ما بنعرف إنه هاي المناطق فيها قوات كردية، قوات الكردية بتدعمها أمريكا، أمريكا هي حليفة تركيا. فلما قررت تركيا إنه خلص بدها تدخل بهاي المواجهة، عرفت أمريكا إنه ما في عندها أي حل تاني، يعني ما ممكن تفضل الأكراد على حليفة تركي. فحتى أمريكا تهرب من هاي المواجهة، جابت القوات الفرنسية على منبج وقالت لها تركيا ليك فرنسا هون موجودة، حل الموضوع بينك وبينها. تركيا عملت لها كم حركة وأجبرت القوات الفرنسية إنه تترك منبج، فرجعت المواجهة المباشرة بين تركيا وأمريكا. هون بقى أمريكا اضطرت تعمل اتفاقية مع تركيا حول منبج، وكان هالشيء بالشهر السادس من سنة 2018. اللمسات الأخيرة على خطة طريق تقضي بإخراج مسلحي تنظيم يبكة من منبج السورية بشكل كامل. أما المرحلة الثانية فتتضمن بدء السيطرة على المدينة من قبل مجموعات مخابراتية وعسكرية من الجانبين التركي والأمريكي، وتسليم المدينة لسكانها المحليين من ناحيتي الإدارة والوحدات الأمنية خلال 60 يوما من توقيع الاتفاقية. بعد مرور المدة المتفق عليها بين الطرفين لخروج الأمريكان ودخول قوات تركيا لمنبج، وبعد التلكؤ والتباطؤ الأمريكي بتنفيذ الاتفاق، تركيا قالت خلص وأعلنت عن عملية ضخمة على الحدود السورية وحشدت إلى 90,000 مقاتل لتحرير شرق الفرات. وهيك بتكون عم تبعت رسالة جدية لأمريكا إنه هي راح تفوت، يعني راح تفوت. في ساعات الليل تحركت المدرعات التركية. أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا. أن 80,000 جندي تركي ضم تشكيلات صاروخية ومدرعة، إضافة لفرق من القوات الخاصة التركية. عبرت معبر جرابلس الحدودي والوجهة منبج. رجعت أمريكا لنقطة المواجهة المباشرة مع تركيا، وكالعادة مشان تهرب من هالمواجهة طلع ترامب بقرار مفاجئ وأعلن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. هذا القرار خربط كل الأوراق. أريد إعادة القوات قريبا، لقد أوشكنا على إنهاء مهمتنا في سوريا والعراق فيما يتعلق بالقضاء على داعش، وقمنا بعمل لم يقم به غيرنا، وأريد فعلا إعادتهم لوطنهم. قرار الانسحاب هذا كان هدف منه الهروب من المواجهة المباشرة مع تركيا وتحويلها لمواجهة خليجية تركية على الأراضي السورية. ومثل ما هو معروف، قوات سوريا الديمقراطية أو معروفة بقسد بتدعم كل من السعودية اللي خسرت مع قطر 2-0 والإمارات اللي خسرت مع قطر 4-0. وسبب دعم الخليج لهالميليشيات الكردية هو مواجهة النفوذين الإيراني والتركي بسوريا. إعلان أمريكا انسحابها المفاجئ ترك الميليشيات الكردية وداعمينهم الخليجيين بموقف محرج، فقرروا يروحوا لحل تاني عن طريق مغازلة النظام وفتح باب التطبيع معه، وعرضوا عليه انه يدعموه لاستعادة كافة الأراضي السورية وتنضم الميليشيات الكردية تحت جناحه، ولكن بشرط واحد هو التخلي عن إيران. عربون هذا التطبيع كان فتح سفارة الإمارات بدمشق اللي نحن ما عرفنا انه كانت مسكرة غير لما قرروا انه يفتحوها، بالإضافة لتلميح البحرين انه يمكن يرجعوا يفتحوا السفارة تبعتهم، والحديث عن إمكانية إعادة نظام الأسد للجامعة العربية. طبعا النظام ما رح يقدر يتخلى عن إيران لأنه القرار بالأصل لإيران وهي متغلغلة جواته. هون بنوصل للسؤال المهم، ليش روسيا هلا قررت إعادة تفعيل اتفاقية أضنا؟ روسيا لما شافت الخلاف التركي الأمريكي بمناطق الشمال السوري قالت خليني استفيد من الخلاف وجيب تركيا لصفي أكثر، وحتى جيب تركيا لصفي لازم أقدم لها عرض يحافظ على أمنها القومي داخل سوريا ويعطيها شرعية الوجود في الشمال السوري، بس في مقابل لهذا الشيء، لأنه مجرد إعادة تفعيل هاي الاتفاقية فهذا يعتبر اعتراف رسمي من الحكومة التركية بالنظام السوري وإنه حدوده هو لعند الحدود التركية. وهيك روسيا بتكون ضربت عصفورين بحجر واحد، جابت تركيا لصفها وزادت مناطق نفوذ النظام اللي هي متحكمة فيه. هلا تركيا لا رفضت ولا وافقت، بس صارت تبعت رسائل خفية لأمريكا إنه شوف يا ترامب ترى نحن عندنا حلول بديلها، فإذا ما بتعطينا عرض أفضل منيتك على حالك. وكما تعلمون فإن الاتفاق الموقع بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا في العام 1998 والمتعلق بمواجهة الإرهاب لا يزال ساريا. ناقشت مع الرئيس الروسي اتفاقية أضنا التي تنص على تسليمنا الإرهابيين الانفصاليين. لقد اتفقنا على ضرورة طرح الاتفاقية للتداول. هون ترامب دخل على المزاد وقدم لتركيا عرض إقامة منطقة عازلة بعمق يوصل ل 30 كيلومتر، بس تركيا ما بدها منطقة عازلة، بدها منطقة أمنية. ليش؟ المنطقة الآمنة مشاهدينا هي مساحة برية تعزل لحماية المدنيين بإبعادهم عن مناطق الصراع، أي أن أسباب إقامتها إنسانية. أما المنطقة الأمنية فطبيعتها مختلفة وينشر فيها وجود عسكري وأسلحة، وإنما بأعداد ليست كبيرة وليست أسلحة ثقيلة. المزاد لسه شغال، ويمكن روسيا تعرض على تركيا تعديل اتفاقية أضنا ومنح تركيا حق التدخل لعمق 30 كيلومتر والأحقية بإعادة إعمار الشمال بما
فيهم حلب، لكن بشرط انه النظام يبسط سيطرته على كل الشمال. ترجع امريكا بتقول له لا، علي الطلاق ما بتطلع من عندي زعلانه، هاي منطقه امنيه بعمق 35 كيلومتر وفوقها كادو كمان، خذ الرقه اداره امنيه مشتركه. وبالحالتين تركيا ما رح تقبل الا بحل يضمن لها السيطره المباشره على الشمال، وما رح تعتمد على ضمانات روسيه او امريكيه بالورقه الكرديه. لكن كل هالمزادات والعروض اصطدمت بعائق مهم خربط كل الاوراق، ويمكن من خلاله تعاد رسم خارطه الشرق الاوسط. شيوخ ووجهاء قبائل وعشائر في محافظة الحسكة جددوا رفضهم لتهديدات النظام التركي. نقول لا لأردوغان ولا للاحتلال التركي. الو أردوغان؟ اسمع، تتصل بترامب بتقول له بتطالعوا قواتكم برات سوريا. ايه الحجي بقول لك منطقة عازلة يوك. ولن نفرط بشبر واحد من أراضينا في الجمهورية العربية السورية، لا شمالها ولا جنوبها ولا شرقها ولا غربها. تعال بدي اياك بشغلة صغيرة. انت عم تقول انه لن نفرط بشبر من الاراضي السورية، انت ما بتعرف انه ما ضل من سوريا غير شبر واحد، وهلا بشار عم يفاوض عليه.